هوريكم ازاي انا بصفي الزيت قبل ما استعمله لصناعة الصابون. هيكون عندي مصفى ومنديل. ضروري اوي ان احنا لازم نصفي الزيت من اي شوائب فيه علشان لما نعمل الصابون تديني نتيجة افضل بالشكل ده. ايا كان الزيت عندك، يعني بيكون بتكوني مستعملاه اكتر من كده، فلازم برضك تفلتريه زي ما انا بفلتره كده. انا عشان ما عنديش برضك الزيت اللي هو فيه قلي كتير، فانا بوريكي دي تجربة، لان انا اول باول بصفي الزيت ده. زيت انا لسه قاليه فيه، فما كانش عندي غير هو دوت، يعني قاليه فيه حاجات بسيطة قوي. وما بستعملش زيت السمك نهائي في صناعة الصابون، لان مهما تعملي فيه بتفضل برضك ريحة السمك موجودة في قلب الزيت. فهو زيت السمك بس اللي تقدري تستغني عنه. اما بقية الزيوت اللي هي مثلا بتقلي فيها بطاطس، تقلي فيها بانيه، بفتيك، اي حاجة بتقليها، بتنجان، اي حاجة، هي دي اللي بعمل منها الصابون. لكن ببعد خالص عن الزيت بتاع اللي بقلي فيه السمك، ما بحبش ريحته. انتي بقى عايزه تستعمليه براحتك، برضك بتصفيه، بتفلتريه بنفس الطريقه كده، عشان برضك بيبقى مليان شوائب اكتر. فلازم برضك يتفلتر وحوشيه في ازازه مثلا، حوالي لتر، وابتدي اشتغلي بقى واعملي اجمل صابونه ان شاء الله. هوريكم طريقه جميله برضك لصناعه الصابون البلدي ممتازه. بفضل انزل شوية بشوية كده لحد ما بخلص كل الكمية اللي عندي كده بالشكل ده. افضل انزل شوية بشوية كده لحد ما اخلص كل الكمية اللي معايا. هو في زيت بيبقى استعمال اكتر من كده، بس دلوقتي حاليا انا ما عنديش، يعني عشان ما حدش يقول لي ان الزيت نضيف. فعلا هو الزيت نضيف، ما فيهوش غير حاجات بسيطة، بس لو اكتر من كده باذن الله بنفس الطريقة كده هيتفلتر معاكي وهتستعمليه للصابون، هيبقى ممتاز. هيديكي صابونة في الاخر باحسن جودة، والنتيجة بتاعتها ممتازة. وهتنضف معاكي مثلا الملابس، لو عايزة تستعمليها لغسيل الملابس، للألمونيا ممتازة. ان شاء الله هنعمل طريقة لصناعة الصابون بإذن الله ممتازة. بفضل انزل شوية بشوية كده لحد ما كل الكمية تخلص مني. لازم الزيت يتفلتر معاكي بالشكل دوت، عشان لما تيجي تصنعي الصابون يديكي نتيجة احسن. ان شاء الله هنعمل الصابون بالزيت اللي احنا فلترناه دلوقتي، بأقل كمية، لان في ناس طلبت مني ان انا اعمل لها كمية قليلة عشان عايزة تجرب الصابونة بدل ما تهدر زيت كتير، لانهم عايزين يستعملوا زيت جديد. فطالبين مني ان انا اعمل لهم كمية اقل. ان شاء الله هنعملها دلوقتي، بس بعد ما الزيت ده يتفلتر خالص هناخده، هنشوف هنعمل الصابونة ازاي باقل. هنعمل حوالي كوباية ونص زيت عشان الناس اللي عايزة تجرب. يعني انا في اخر فيديو انا عاملاه لصناعة الصابون كان
بكيلو ونص زيت. فناس قالوا لي لا احنا عايزين نجرب بكمية اقل من الزيت. طبعا الزيت غالي فهم خايفين يهدروا فيه. فانا ان شاء الله باذن الله هنعمل دلوقتي حوالي كوباية ونص كده من الزيت، عشان يبقى المقدار كده. يعني مثلا انا هقسم مثلا 700 جرام زيت، عشان يبقى المقدار مظبوط. هم كانوا طالبين كوباية زيت، لا هم هيزودوا لي بس نص كوباية علشان اقدر اديهم المقادير مظبوطة. هيبقى كوباية ونص من الزيت هنستعملها وهنجربها لأول مرة، وبإذن الله هتعتمدوا الطريقة دي دايما عندكم في صناعة الصابون بإذن الله. النتيجة ممتازة. آه و... وإن شاء الله بإذن الله هنبقى نعمل كمان الصابون السائل بأحسن جودة، بنفس الصابون الشركات بنفس الجودة وبنفس الشفافية. ممتاز بصراحة يعني، وهيبقى موفر كمان معاكي.